اتخذت الممثلة الأسبانية التونسية هبة عبوك إجراءات سريعة وطلبت الطلاق من زوجها اللاعب المغربي أشرف حكيمي بعد اتهامه باغتصاب فتاة في العشرين داخل منزله في باريس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أسبانية اليوم الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة بعد أن انهالت تساؤلات الجمهور حول موقف هبة عبوك من قضية اتهام زوجها باغتصاب فتاة في العشرين، لتبين أنها تتواجد حاليا في دبي حيث تقضي وقتها برفقة طفليهما أمين ونعيم. وكشف موقع إليس بيري ديجيتال الأسباني أن العلاقة بين هبة عبوك وأشرف حكيمي ليست على ما يرام، وكان يفكران بالانفصال منذ فترة. وجاءت قصة الاغتصاب المزعومة لتسرع العملية أكتر، ودليل ذلك في صمت هبة عبوك التام بعد تم اتهام زوجها بالاغتصاب، مقارنة بما فعلته جوانا سانز زوجة داني الفيش الذي يقبع في السجن عقب اتهامه بقضية مماثلة. وأوضحت الصحيفة أن هبة عبوك لم تشارك في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجوائز بيس في العاصمة الفرنسية الذي اختير فيها زوجها في تشكيلة اللاعبين الأفضل لعام 2022، بل كانت تفكر بالانفصال عن اللاعب المغربي بسبب فارق العمر بينهما، ووجهت نظرتهما المختلفة تجاه الحياة العائلية.